السلام عليكم ورحمة الله. مدينتك ولا قريتك اللي أسسها منه وأول من سكن فيها وكان سنة كم؟ سؤال مهم جدا لأنه كثير من المدن السودانية نحن بنجهل اتأسست سنة كم ولا أسسها منه. خلونا نشوف بعضين والزول العارف اكتب لي تحت. نبدأ بعاصمتنا القومية الخرطوم. الخرطوم أسس الشيخ أرباب العقايد سنة 1691 وهو كان أول من قطن فيها بالرغم من أنها كانت قديمة جدا، لكن كعاصمة أسسها واحد تركي اسمه عثمان باشا البرنجي سنة 1824. مدينة ود مدني أسسها الشيخ محمد ود مدني السني ابن الشيخ دوشين قاضي العدالة الما بيميل عن ضلالة زي ما قال الشيخ فرح والتكتوك، والكلام ده كان سنة 1489. قبال مدينة مدني أسست أقدم مدينة في السودان النيلي اللي هي كانت مدينة عربية، هي مدينة أربجي أسسها لنا الشيخ حجازي سنة 1474. مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مدينة أسسها السلطان عبد الرحمن الرشيد اللي حكم لنا بين عام 1787 و 1802. السلطان بحر الدين أندوكا سلطان المساليت كانت عاصمته في دارجيل ورحل سنة 1913 لمدينة الجنين الحالية. بورسودان من أقدم المدن السودانية وكانت عندها أسامي كثيرة جدا، من ضمن أسماء إنها كانت قديما يعني سنة 175 قبل الميلاد بيسموها مدينة سيو ثيطرون، واللي كانت بيسموها بلغة البيجا تراديت. ثم بعد ذلك نزل فيها واحد من المشايخ الصالحين وسمت باسمه، سموها مرسى الشيخ برغوت. سنة 1900 فكر اللورد كارومر إنه يحولها لميناء رئيسي للسودان، وفعلا تم بناء الميناء سنة 1909 تم افتتاحه وتسمت بمدينة بورسودان. مدينة سنار عاصمة سلطنة الفونج اتأسست سنة 1505، أسسها عمارة دنقص واتخذها عاصمة للدولة السنارية. مدينة الدمازين مدينة حديثة جدا ودي اتأسست سنة 1960 وكانوا عاملينها أصلا في الأصل مسكن أو كامب للعمال اللي بيبنوا في خزان الرصيرس، وبعد ذاك اتأسست وبقت مدينة كبيرة. مدينة الفولة برضو تاريخها قريب جدا، اتأسست سنة 1950، أسسها واحد مفتش خواجة اسمه راي، كان بيحاول يلقى مغر لنظارة أهلنا البقارة في المنطقة دي، فاختار الفولة وأسس فيها المدينة. مدينة دنقلة برضو من المدائن السودانية القديمة جدا اللي هي دنقلة العجوز آلاف السنين عمرها، لكن دنقلة الحالية يقال إنه أسسوها المماليك سنة 1812 لما انهزموا في مصر وجو استقروا هنا، بعد ذاك جو الأتراك واتخذوها مغر للأورطة بتاعتهم وانبنت عليها المدينة الحالية. شكرا لكم. الزول العارف تاريخ مدينته أو عارف تاريخ مدينة أسسها منو سنة كم اكتبوها لنا تحت وشيروا الفيديو للناس المهتمين.